ونواصل إن شاء الله تعالى مع ذكر بقية الأسباب. قال رحمه الله: الخامس مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المعنى. إذا من عطل هذه الأسباب ومن كان عنده من الاعتقاد كاعتقاد فرعون وكاعتقاد جهم بن صفوان فإنهم قطعوا الطريق على قلوبهم بين معرفة هذه الأسماء وهذه الصفات ومطالعتها والتخلق بما تقتضيه، فإنهم قطعوا الطريق دون ذلك. إذا رحمه الله تعالى يقول: مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته ومشاهدتها. يعني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى المعنى الصحيح لإحصاء هذه الأسماء التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلكم يحفظ قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن ربنا عز وجل أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأن نذر أن نترك الذين يلحدون. طبعا الإلحاد هنا هو الزيغ والميل عن طريق الحق. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله هو تسمية الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دعاء غير الله عز وجل. دعاء غير الله عز وجل هذا أيضا من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة. 100 إلا واحدة. لا شك أنكم تدركون إذ تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد هذا العدد وأنه لا يزاد عليه. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. طبعا هذه الأسماء هي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يجوز للمسلمين أن يزيد عليها. فكثيرا ما نسمع بعض الأسماء التي تنسب إلى الله عز وجل وليست من أسمائه مثلا كيقولوا مثلا الموجود مثلا، أو المنعم مثلا. قد نجد في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا من التعبير عن أفعاله سبحانه وتعالى أو عن الإخبار عنه سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشتق من ذلك أسماء لله عز وجل. فمثلا ربنا عز وجل فعال لما يريد، فعال لما يريد. هل نقول بأن الله الفعال ونسمي أبناءنا بهذه الأسماء؟ يقول مثلا عبد الفعال مثلا، يمكن. فالق الإصباح مثلا، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، نسميه مثلا عبد قابل التوب. إذن الأسماء هي توقيفية، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه وما لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. إذن إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. طبعا قضية حصر الأسماء في 99 هذا يعني فيما نعلم وفيما أعلمنا به ربنا عز وجل، وإلا فهناك من الأسماء ما استأثر الله عز وجل بعلمه.
كما جاء في الحديث. يعني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا إلى آخر الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأسماء لا تنحصر في هذه الأعداد، لكنها من ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة مما أطلعنا الله عز وجل عليه، فلا يجوز لأحد أن ينتحل شيئا من الأسماء وأن ينسبه لله عز وجل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الخبر ويذكر لنا هذا الوعد الكريم لنتشوف إليه ولنتعرض له. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. ومعنى إحصائها هنا أي حفظها وفهم معانيها وتدبرها والعمل بمقتضاها. هذا معنى الإحصاء. ماشي الإحصاء هو العد، أجي نحسبه ولا نلحنوها ولا نغنوا فيها هو الله الذي لا كذا، هذا كله عبث. وإنما المقصود من الإحصاء هو ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، حيث كانوا يدعون الله عز وجل بهذه الأسماء، كأن تقول يا رحيم ارحمني، اشفي أنت الشافي، يا غفور اغفر لي، وهكذا. إذا تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء وتفهم معانيها وتتدبر فيها وتحاول أن تستخلص منها ما ذكره ربنا عز وجل أو ما أشار إليه العلماء استنباطا. إذن هذا هو المقصود. إذن احنا غادي نشوفوا في أسماء الله عز وجل. طبعا سأذكر بعض الأمثلة لأن الإحاطة متعذرة، فنذكر بعض الأسماء التي تزيدنا محبة لربنا عز وجل، لأن هذا هو الموضوع ديالنا، الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله من هذه الأسباب مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته ومشاهدتها، يعني كيف تشاهد هذه الأسماء. طبعا حينما تذكر بعض الأسماء فإنك تشاهد أثرها في الواقع، حينما تذكر الرحمن والحلم والصبر والشكر، الله عز وجل شكور، الله عز وجل صبور، الله عز وجل حليم رحيم، يعني تواب غفور، هذه كلها تشاهدها في الواقع. فإذا شهد قلبك معاني هذه الكلمات فإنك تحبه لا محالة كما ذكر رحمة الله عليه. الأسماء وصفت بهذا الوصف بأنها حسنى. الله عز وجل يعني وصف هذه الأسماء بأنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى. الحسنى تأنيث الأحسن، الحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى والصغرى، يعني تأنيث الأصغر والأكبر، وهي من أسماء التفضيل، وهي من أسماء التفضيل. كنقول مثلا هذا صغير وهذا صغير وهذا أصغر منهما، هذا أصغر منهما، هذه صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغرى، يعني هي الصغيرة فيهم باش نفهموا مزيان. إذن الحسنى هذا تأنيث الأحسن، هذا تأنيث الأحسن، يعني قد يكون اسمي حسنا وقد يكون اسمك حسنا، لكن اسم الله عز وجل أحسن من اسمي ومن اسمك. فالأسماء لأنها مؤنثة قال ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت الغاية في الحسن. وإنما وصفت هذه الأسماء بأنها حسنى لأمور ذكرها العلماء، آثرت أن آتي بملخص ذلك حتى لا يخلو مجلسنا من هذه الفوائد. الأول أنها دالة على صفات الكمال والجلال والعظمة، وبذلك كانت حسنى. إذن هذه الأسماء علاش وصفها الله عز وجل بأنها حسنى؟ لأنها تدل على صفات الكمال، يعني الله عز وجل ليس فيه نقص، وعلى صفات الجلال فليس عنده شيء مما يدعو لازدراءه واحتقاره سبحانه وتعالى، ومن العظمة ليس عنده شيء من الصفات يعني الجبن أو الخور أو الضعف أو كذا. إذن هذه الصفات تضمنت ودلت على الكمال والجلال والعظمة، فلذلك سميت وصفت بأنها حسنى. الأمر الثاني أنها حسنى للثواب الذي رتب على إحصائها، فإن من أحصاها دخل الجنة.
إذا كيف لا تكون حسنى أي أحسن من غيرها وتضمن إحصاؤها وعدا كريما بدخول الجنة؟ إذا هي حسنى من هذه الحيثية. الأمر الثالث أن حسنها لشرف العلم بها، أن حسنها لشرف العلم بها. فأنت مثلا لو تتبعت أسماء المخلوقين هل يكون لك من الأجر مثل ما لو تتبعت أسماء ربك سبحانه وتعالى وصفاته؟ لا شك أن الفرق يعني كبير والبون شاسع. إذن حسنها لشرف العلم بها، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والله عز وجل أشرف معلوم، والله عز وجل أشرف معلوم، فالعلم بأسمائه هو أشرف العلوم، فلذلك كانت هذه الأسماء حسنى. الأمر الرابع أنها حسنى لأن الله عز وجل لا يدعى إلا بها ولا يسأل إلا بها، فسواء كان هذا السؤال سؤال يعني ثناء وتمجيد وتحميد أو دعاء مسألة وطلب. فمثلا أنا إذا بغيت نذكر الله عز وجل فإنني أذكره بأسمائه الحسنى، إذا أردت أن أسأله فإنني أسأله بأسمائه الحسنى، فلا يسأل إلا بهذه الأسماء ولا يثنى عليه سبحانه وتعالى إلا بها، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا نقف مع بعض الأسماء على جهة الاختصار، ولعل الوقت يعني يسعفنا فنذكر يعني بعض الأسماء التي في تقديري أنها مما تثير المحبة في القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. من أسمائه سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب وفي السنة الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم طبعا ذكر الرحمن والرحيم في القرآن يعني مرارا، حتى قيل أنها يعني أن الرحمن ذكر في القرآن 57 مرة، 57 مرة، وذكر الرحيم 114 مرة. فالرحمن دال على أن الرحمة صفته القائمة به كعلمه وقدرته وسمعه وبصره. إذن هذا من الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهي قائمة به كعلمه. يعني مثلا علم الله عز وجل يعني هذا من الصفات القائمة به سبحانه وتعالى، فلا يكون في حال من الأحوال يعني ناقص العلم أبدا. إذن علمه قد أحاط بكل شيء، ربنا عز وجل أحاط بكل شيء علما. كذلك سمعه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، كما يقال يسمع دبيب النملة الصماء السوداء على الصخرة يعني على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم أو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. كذلك بصره، فهو يعني يرى كل شيء، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن هذه من الصفات القائمة به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما الرحيم فهو دال على أنه يرحم خلقه، على أنه يرحم خلقه. قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فرحمة الله عز وجل منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. إذن هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. فالرحمة العامة تعم جميع الخلائق، يعني البر والفاجر والمؤمن والكافر، لأن الرحمة بالمفهوم العام تعم جميع الخلائق. فالله عز وجل يرحم كل خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الكفار ينعمون ويأكلون ويشربون ويلبسون، ولو كانت هذه الرحمة مقصورة على أهل الإيمان وأهل الطاعة ما سقى الكافر شربة ماء ولا مكنه من قطعة كساء ولا آواه تحت سماء. إذن الله عز وجل من رحمته أنه يرحم خلقه أجمعين ويهيئ لهم ما تقوم به أبدانهم ومعايشهم. لكن في الآخرة
إنما تكون رحمته الخاصة بالمؤمنين، رحمته تكون خاصة بالمؤمنين. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن، يعني وهو يتحدث عن الرحمة، قال حيث وفقهم أي المؤمنين، حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان. الإيقان لغة في اليقين، يعني علمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه يعني في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا، فنسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. نستفيد من هذه الأسماء أشياء، يعني إحنا دابا فاش كندرسوا مثلا أسماء الله عز وجل الحسنى لنصل إلى محبة الله عز وجل الذي تسمى بها والذي اتصف بتلك الصفات سبحانه وتعالى، إنما نفعل ذلك لنستفيد من آثار هذه الأسماء. إذا أول ما نستفيده أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. إذا إحنا قلنا بأن الرحمة منها ما هو عام، إذا كان الرحمة عامة، إذا وسعت كل شيء. قال الله عز وجل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في صلاته، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة. طبعا الأعراب يعني من شيمهم أنهم لا يدركون الأمور على حقائقها، ويكون فيهم بعض يعني الصلف، ويكون فيهم شيء من يعني من العبث وغير الانضباط وكذا. فهكذا شأن الأعراب. هذا الأعرابي لما صلى أراد أن يدعو ربه عز وجل، فماذا قال في دعائه يا ترى؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. طبعا بعض العلماء يعني يؤلفون بين هذا الحديث وبين حديث آخر فيه أن هذا الرجل يعني وقع له في صلاته شيء فتكلم في صلاته فهم الصحابة به، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه فتلطف به وكلمه وكان به حليما رؤوفا. فلما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يشركه في دعائه وأن يخرج من أغلظ في النصيحة وفي الإنكار من دعائه هذا، فقال اللهم ارحمني ومحمد. لو قال هذا واكتفى به لكان يعني جائزا، لكن لما قال ولا ترحم معنا أحدا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقال للأعرابي لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت أمرا واسعا، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. جاء في الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير بن هبيرة قال يريد رحمة الله، يعني ضيقت واسعا على فضل الله سبحانه وجوده، وقلت ما ليس لك قوله، وسألت ما لا يحسن سؤاله، فإن السيول الدوافع، يعني السيل إذا كان منحطا يعني من علم فإنه لا يحبسه شيء، يعني السيل ديال الأمطار حينما يجري، قال فإن السيول الدوافع قد تكف، يعني السيل يكون جارفا ومع ذلك يقل ماؤه شيئا فشيئا فيكف عن جريانه. هذه معاني يعني جليلة ذكرها أهل العلم. قال فإن السيول الدوافع قد تكف والبحور الزواخر قد تقبض ماءها، ولكن فضل الله وجوده على خلقه لا يكف ولا يقبض ولا يقلع أبدا، أو لا يكف ولا يقبض ولا يقلع أبدا. إذن فضل الله عز وجل وجود الله عز وجل ورحمته يعني لا انقضاء لها. إذن من تدبر هذين الاسمين العظيمين اللي هما الرحمن والرحيم
إنه يعلم أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه وتغلب غضبه، كما جاء في الحديث إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. وفي حديث آخر إن رحمتي سبقت غضبي. يقول ابن القيم رحمه الله وكان هذا الكتاب العظيم الشأن كالعهد كأنه عهد منه سبحانه وتعالى للخليقة كلها، كأنه عهد من الله عز وجل للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو والصفح عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والأنات. فكان قيام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر، ولولا ذلك لخرب العالم وسقطت السماوات على الأرض وخرت الجبال. إذن هذا كله يعني استنباط لطيف من كلام ربنا عز وجل، من مجموع كلامه. طبعا أهل العلم لما كانوا من أهل التبحر ومن أهل النظر الدقيق في الوحي الشريف كتابه والسنة فإنهم يأتون بهذه الألفاظ المسبوكة سبكا لطيفا رحمة الله عليهم جميعا. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها، أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها كما جاء صريحا في الحديث. يعني عن عمر رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي. السبي هم العبيد والإمام، هذا هو السبي. فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها، تعرفون أن المرأة إذا كانت مرضعا فإنها إن غابت عن ولدها فإن ثديها يكون حافلا ممتلئا باللبن، فقد تحلب ثديها تسقي، فإذا وجدت صبيا في السبيل أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، يعني هي تاهت عن ولدها وعن صغيرها، لكنها ترضع من تلقاه من الصبيان. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه أترون هذه قارحة ولدها في النار؟ إذا شوف هذا. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغل مثل هذه الفرص وينظر إلى أصحابه إذا رأوا مشهدا يعني مما يتعجبون منه فإنه يستغله ليعلمهم ويفيدهم صلى الله عليه وسلم. قال أترون هذه قارحة ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة اللي هي تجري وتتقلب في الماء غير وليد صغير كتلصقو في صدرها وترضعو، واش يمكن تقولها وترمي في النار؟ فقالوا لا وهي تقدر على ألا تطرح، لا يعني ما يمكنش وهي تقدر على ألا تطرح إذا كانت يعني بالقدرة ديالها وبالاختيار ديالها لا يمكن أن تفعل أبدا. الدليل هو أنها ترضع أبناء غيرها وهي بهم رحيمة، فكيف تطرح ولدها في النار وهي تقدر على أن تفعل ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولده.